لماذا دمر الجانب الأيمن من الموصل وترك الجانب الأيسر؟ لماذا تعرض اليزيدية في السنجار للاضطهاد والتشريد بينما ترك اليزيدية في بعشيقة يهربون بسهولة، علما أنهم نفس الطائفة وأن بعشيقة أقرب من سنجار على أرض الحدث؟ لماذا شُرد المسيحيون وأمريكا لم تحرك ساكن؟ دعونا نعود بالزمن إلى عام 1948 عندما قررت الحكومات العربية إخراج اليهود من الوطن العربي، وتفاعل أبناء البلدان مع هذا الحدث. في مدينة الموصل يسكن اليهود في منطقة اسمها محلة اليهود، وكانوا متعايشين مع أهل المدينة، وكانوا لا يثقون بالعرب كثيرا، حيث كانوا يحولون أموالهم إلى ذهب في نهاية اليوم ويحتفظوا بها، وبين الحين والآخر يخزنونها عند المسيحيون تحسبا لأي طارئ. وعندما قررت الحكومة إخراجهم من المدينة امتنع المسيحيون من إعطائهم أموالهم، أما العرب فقاموا باللحاق بهم بالحجارة والعصي حتى طردوهم خارج المدينة. عندما قررت الحكومة طردهم سألوا من يثقون بهم، وكان معهم خرائط عن أقصر طريق إلى منطقة اسمها الجولان، فقالوا لهم من طريق سنجار مرورا بالحدود العراقية السورية ثم إلى الجولان. عندما شاهد اليزيدية هذه الحشود وجمال الفتيات اعتدوا على اليهود ونسائهم، ولم يصل إلى الجولان إلا القليل. وها هم بعد 67 عام عادوا باسم داعش لينتقموا من كل من آذاهم بغض النظر عن الديانة. اليزيديات 5000 امرأة، أين هم؟ المسيحيون خرجوا بجلودهم من قبضة داعش، وتصادرت أموالهم جميعها. أما الحجارة فقُبلت بالصواريخ التي لم يكن لها أي داع أثناء تحرير المدينة. شكرا للمتابعة، وأشوفكم إن شاء الله بمواضيع ثانية.